السلام عليكم شعب مصر العظيم. في البدايه انا بشكر كل الكومنتات بتاع اخواتي اللي سابوها على الفيديو اللي فات اللي كتبوا تحيا مصر وتحيا السيسي، بشكركم. واي حد بيسيب كومنت عندنا على القناه من الناس الجديده الكومنت بتاعك بيظهر على الفيديو اللي جاي ان شاء الله، عشان نعرف الدنيا كلها ان انت كمان بتدعم البلد مش انا بس في الفيديوهات. فانت لو اول مره تشوفني، انا علاء ابن مصر، اكبر داعم في الشرق الاوسط 2025 للجيش المصري وللسيسي بكومنت تحيا مصر وتحيا السيسي. خليناه لف العالم كله في اقل من 48 ساعه. وطبعا في مهرجان هتدور حرب اللي استخدمناه للنجم علاء عفروتو ابن الفيوم، هسيب لكم لينك المهرجان اسمه هتدور حرب، معمول للرئيس السيسي ومعمول للدوله ومعمول للجيش. الولد بيقول في المهرجان ان المصريين 120 مليون لما بيتحولوا بيبقى 300 مليون ياكلوا الاخضر واليابس. الولد بيبدع علاء عفروتو ابن الفيوم. هسيب لكم اللينك بتاع الاغنيه في الوصف وفي اول كومنت يا اخواتي مثبت. يلا بينا بقى نخش في الجد. الرئيس المصري طرد السفير الاسرائيلي من مصر وسحب السفير المصري من تل ابيب هو واللي معاه من غير ما حد يحس. السيسي بيضرب عصفورين في حجر. السيسي بيعلنها رسمي ان مفيش معاهده سلام، واللي عاوز يجرب يقرب، احنا مش بنهزر. اللي هنطوله هنحطه له. واي بنت معايا، انا اسف على اللفظ، واي راجل معايا انت على راسي، اشترك في قناه علاء ابن مصر على اليوتيوب، اكبر داعم في الشرق الاوسط. وان شاء الله تشوفوني على قناه MBC مصر وقناه الحياه الاسبوع الجاي، لان انا يا جماعه يعني هيكرموني ان انا قدرت ادعم البلد بالكومنتات اللي خليناها وصلت اسرائيل وامريكا. فده كله بدعمكم انتوا اللي عملتوا كل ده. اشتركوا في قناتي واستنوا الفيديو الجاي. وعاوز تشوف الكومنت بتاعك برضو اكتب تحيا مصر وتحيا السيسي، وشارك في اكبر دعم في الشرق الاوسط على اليوتيوب مع علاء ابن مصر على مهرجان هتدور حرب. اجهزوا لي عشان هتدور حرب، اجهزوا لي عشان هتدور حرب، جاي ادور في كله الضرب. لسه يا ابني ما جاش لا على الارض اللي في يوم يعكر لي مزاجي. اخوك حمله ملجم الكلاب، ما جاش مره وعدى للي خاب. يلا اكشن دور الحساب، هي خلصانه هبت مني كلها جامده وكرفه على الحالات. ان قلبها قوي يا لو مات، اوعى تنسى انا لسه على الثبات. لقبوني بزينه الشباب، افراد نزل كله يعتزل. ايوه انا جامد، ايوه انا في خير، اهدى يا بطل بطل هطال. ايوه انا حمله عليك وانا خطر.